ان شاء الله زيارتي القادمه هتكون لتونس. وبعدها؟ وبعدها يا ستي هتكون لبعلبك في لبنان. ايوه. وبعدين الجزائر والسودان والعراق. يعني لسه مجموعة زيارات كبيرة ان شاء الله. ان شاء الله. طب حضرتك خلال زيارتك في الكويت قابلتي شخصيات نسائية كتيرة، فيا ترى ايه رأيك في المرأة الكويتية؟ المرأة الكويتية في غاية الذكاء. حتى اللي لاحظته هنا اللي فاتها مجال العلم في الأول بتعوضوا الآن في مدارس ليلية بشكل مقبلين على العلم بشكل عجيب، وده طبعا كسب للمرأة العربية. وبعدين نص المجتمع اللي كان عاطل بقى دلوقتي يعني يفرحنا احنا كسيدات ولا ايه؟ طبعا. طب انا عارفه ان سيادتك زرتي الكويت سنه 63 وبعدين اهو حضرتك بتزوريها سنه 68، فقطعا لاحظتي يعني حاجات اتغيرت في خلال ال5 سنوات. ده تغير عظيم، وتغير في كل المجالات، مجال العلمي والمجال العمارة ومجال الطرقات وحاجات يعني تفرح كل واحد عربي انه يجد بلد عربية بتنهض بهذه السرعة. شيء يفرحنا كلنا. طب في حاجة أنا لاحظتها في الحفلة اللي أقيمت في مسرح الأندلس يوم الخميس. الحقيقة بعد الوصلة الأولى أنا نزلت في الصالة والتقيت بالجمهور، عملت معهم حديث وكنت بسألهم إيه الحاجات اللي بيتوقعوا إن سيادتك هتقوليها في الوصلة الثانية، وكنت بسألهم برضو إيه اللي هم نفسهم يسمعوه. اللي حصل إن أنا لقيت إجماع من جميع الحاضرين إنهم عايزين يسمعوا الأطلال، فمش عارفة إيه سر يعني أو حبهم الشديد جدا للأطلال. أولا أطلال لغة عربية، واللغة العربية مشتركة بين جميع الدول العربية، يعني هي اللغة الأساسية، أما الباقي فهي لهجات. أدي أول حاجة. ثانيا اللحن شرقي جميل، يعني ما فيهوش أي حاجة دخيلة عليه. ثانيا الكلمات لطيفة وفيها صدق، ده كل العوامل دي مجتمعة. وبعدين انا بقى مش عارفه بقى اذا كنت يعني الحقيقه ده بقى انت تقولوه بقى ولا ما تقولوش على كده؟ لا نقوله الى جانب الاداء طبعا، هو ده الاساس، الاداء الرائع، وبعدين نقدر نقول حاجات لا الاساس الكلمات ثم اللحن وبعدين الاداء يجي في الاخر. الواقع ان مكملين لبعض. طب حضرتك التقيتي بالموسيقار محمد عبد الوهاب في اكتر من عمل، فيا ترى في لقاء اخر معاه؟ ان شاء الله في لقاء مع الاستاذ محمد عبد الوهاب والاستاذ الصنباطي والاستاذ الموجي والاستاذ بليغ، وارجو ان يعني اقدر احقق اكتر هذه الالحان او بعضها ان شاء الله في الموسم الجاي. طب في سؤال اخير، وهو ان كل واحد فينا بيبقى له اماني واحلام، فيا ترى حضرتك تفتكري انك حققتي كل امالك واحلامك؟ ابدا. بني ادم ده طماع بطبعه كده، كل ما ربنا يحقق له امنيه يخلق هو امنيه تانية. وبعدين دي يعني دي سنه الحياه، ان الواحد كل ما تتحقق امنيه كل ما تتخلق امنيه تانية وثالثه ورابعه، مش كده؟ مش انت عندك كده؟ دي طبيعه بشريه فعلا. ولا يعني انا بس؟ لا هي طبيعه بشريه، الواحد دايما بيطلب المزيد. فعلا. طب احنا بنشكرك على اللقاء السريع.